ما قلتش اي حاجه اصلا ولا ربتني، وانا تعبت من العيشه دي. تعال هقول لك، انت متاكد انك جاهز تربي كلب؟ اصل في ناس مش جاهز تربي قطه شرازي وانت رايح تجيب لي بيتبول. الكلب مش لعبه، الكلب مش لايف ستايل، اصله مش شكله حلو عشان كده رحت اجيبه. الكلب ده روح، وانت اصلا بتنسى تشحن الموبايل بتاعك، سايب لي الكلب 12 ساعه لوحده في البيت وترجع تلاقيه قاعد تقول لي هو عامل ليه كده، ما هو زهق منك. والاقيك بتقول لي ان انا بمشي الكلب كتير. تعرفت الكتير دي بقى عندك ان انت بتمشيه مره في الاسبوع بعد المغرب. هو انا مش عارفك؟ وتخرج لي من البيت والكلب نايم، ترجع تلاقيه صاحي تقول هو الكلب ما بينامش، ما هو مش موظف حضرتك. وبعدين تعالى اسالك سؤال، هو انت معاك فلوس تربي كلب ولا انت هتاكله اي حاجه من البيت وخلاص؟ الكلب لما يتعب بيحتاج دكتور، مش هتلف له جرايد على صدره وتشربه ورق جوافه وفي الاخر تقول لي سيبه ده هيخف لوحده. وفي الاخر لما يتعب عليك بتكلم جارتك ولا بتكلم صاحبك اللي ربى 3 4 كلاب وتقول ايه بيقول لك اديله دواء للكحه، اديله ما اعرفش ايه، وتلاقي الكلب تعب اكتر. ليه؟ حضرتك مكسل تاخد بعضك وتروح للدكتور وخدت من صاحبك الفزلوكه اللي عامل فاهم في كل حاجه. لكم وانت سايق حد يكسر عليك ولا يعمل حاجه غلط تقوم شاتمه، وتروح جاي بعد كده تبص للكلب اول لما يعمل حاجه غلط تقول له انت عبيط، ما هو شبهك، ما هو طالع بيعمل نفس التصرفات اللي انت بتعملها. الكلب مش بيفهم الزعيق، والنبره بتكون متحكم فيها وبتعملها له ارتباط شرطي على حسب البادي لانجوج او على حسب الاشاره اللي انت بتديها. وبعدين تعالوا هقول لكم على حاجه، الجمل اللي بنسمعها اليومين اللي فاتوا، سيبه اصله لسه صغير اللي هيتعلم بكره. هو يتعلم بكره ايه؟ هو مش هيتخرج. وبعدين ايه قصه تضربه على البوبو؟ هو حماده حضرتك لازم يتربى عشان دي كده بتبقى فزلكه، وعمرنا ما هنلاقي كلب متربي بالمنظر ده. بصوا هقول لكم على حاجه، تعالوا نعتبر ان انا الكلب زي الحلقه اللي فاتت، ولكن انا عايز اسال سؤال بقى ككلب. دلوقتي انا ببقى نايم تيجي تقول لي انت نايم ليه؟ اجي اقعد تقول لي انا ما قلتلكش اقعد، واجي اعمل اي حاجه الاقيك بتزعق وبتتنطط وبتقعد تقول لي هو انا قلت لك كده؟ لا انت ما قلتش اي حاجه اصلا ولا ربتني، وانا تعبت من العيشه دي، فاتمنى منك ان انت تحاول تعمل مجهود شويه وتنظم حياتي. وقبل ما تقول كلبي وحش بص في المرايه، هتلاقي ان ردود افعال كلبك كلها بتبقى انعكاس للحاجات اللي انت بتعملها. فدايما لازم تبقى فاكر وكما تعودنا ان كلبك مش غلطان.